السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ اليوم غادي نشارك معكم فيديو جديد، هذا ديال رمضان، ولكن ما صيبتوش. دابا اليوم عاد غادي نحطو لكم ان شاء الله يا ربي. كنتمنى من الله يعجبكم الفيديو. اللي عجبكم ما تنساوش تشتركوا في قناتي الا كنتوا اول مره كتدخلوا، وخليوا لي لايك للفيديو، وخليوا لي شي تعليق مزيون بحالكم باش فيما نحط شي فيديو يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا لكم بزاف، شكرا لكم. هاد القنينطات كيجيو غزالين بالجبن واليبزار وهذا والسحتر، كيجيو غزالين ولذاذين في نفس الوقت، وبالخصوص ملي كديرهم في الفران كيجيو حسن من اللذة ديالهم، كيجيو حسن من المقليين صراحه. انا كنت درتهم في الفران ولكن ما صورتهمش، ومره اخرى ملي قليتهم عاد صورتهم. وهذا الفيديو راه درته في رمضان ولكن ما حطيتوش، دابا عاد كتب له نحطو. وكنتمنى من الله يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش تخليو لي شي تعليق مزيون، وشكرا لكم بزاف، شكرا. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت هاد الطبسيل هذا باش غادي نقطع فيه الجبن. جبت الطبيسيل زديتو هكا ديال الزيت، زيت المائدة، باش غادي ندهن بها الموس. خصني ضروري الزيت غندهن به الموس باش ما كلصقش الجبن فيه. هاد الجبن هذا ديال سميتو الفلوك، كيجي غزال لذيذ ومعلك، واللذه اللي كتجي فيه واعره، لذيذ بزاف. بالخصوص الا درتو مع اومليطه، او الا كانت عندكم بطاطا فريت وبغيتو ديرو كسكروط، او الطورطيه ديك المعقوده، نتوما كتقولوا لها المعقوده. كديروا معها شرائح بحال هكا وسط الكميره، كيجي لذيذ بزاف، وبالخصوص الوليدات الصغار راه مزيان لهم. صافي كنقطع بحال هكا صبيعات، وفيما كنبغي نقطع خصني ضروري ندهن الموس بالزبيته باش ما كيلصقش فيه. صافي من بعد ما كنقطع شرائح كنقطعهم هكا صبيعات. هذا عندي هنا الزعتر والزعتر بجوج بيهم مع بعضياتهم، حكيتهم بين يدي ودرتهم قد ما قويتو فيه الزعتر قد ما مزيان، حيت انا ما بقاليش الزعتر، هذاك الشيء علاش زدت شويه الزعتر. هذه نص معلقه ستيتوا ديال اليبزار، الزعتر واليبزار فقط. صافي كنفندهم بحال هكا، كنفندهم مزيان حتى كيدخل فيهم هذاك التخليطه ديال الزعتر والزعتره واليبزار. صافي عندي هنا الورقه ديال البسطيله كنقطعها، هي عندي دابا هذه كبيره، عطاتني شويه الحجم شويه كبير، ما جبرتش الصغيره شويه كتجي هي هذه شويه جاتني كبيره، ولكن معليش. صافي كنقطعها كنقسمها هكا على 4، كنحلهم كاملين، ويدي عندي شويه مدهونه بشويه زويته باش ما كيبقاوش يتشقفوا لي، باش يبقاو شويه رطبين. صافي كنفسخهم كاملين مع بعضياتهم، واخا جبتها شويه مكرفصه ما مقاداش. من عند مولاتها كنت جبتها سخونه، ولكن في يدي كان تعذبت بشويه باش تكمشت لي. صافي كنطلق هكا الورقه وكنبقى ندهن بشويه الزيت تطلقت لي. كندير داك الصبيع وكنتني بهذه الطريقه هذه. وعندي هنا تخليطه ديال شويه ديال الدقيق مع الماء. صافي كنسد به ديك العينينه، داك المثلث الاخراني. والورقه كنديرها على وجهها، على داك الحرش كنديرو من الداخل، والرطب كنخليه على برا. صافي كنفسخ بشويه واللي ما خداماش كنحيدها. ساهلين كيجيو اقتصاديين وفي نفس الوقت مزيونين، وبغيتو تعمروهم بشي حاجه معجونه عاوتاني كيجيو غزالين. هما هاد البريوات بحال هكا، هاد السيجار بحال هكا كيجيو غزالين. قلتلك البريوات سمحولي، هاد السيجار هاد القنينطات كيجيو مزيونين بحال هكايا بالزعتر اولا بالتون،
كيجيو لذاذين وكيجيو خفافين في نفس الوقت. صافي كنستمر مع الكميه كامله بحال هكا. بغيتو تلصقوا هكا بالعجينه، بغيتو ديروا له الصفر د البيض. غندهن الطاوه بالزبده، هذوك اللي دخلتهم الفران. صافي باش ما كيلصقوليش. وهادو قليتهم البنات، كيجيو تما مزيونين، ولكن ديال الفران كيجيو احسن، كيجيو ناشفين وكيجيو مزيونين، فيهم واحد لذة في شكل. والمقليين عاوتاني كيجيو عاوتاني في شكل، غير شي شويه كيكونوا فيهم شويه الزيت، باش من الاحسن ديال الفران. كنتمنى من الله يعجبكم الفيديو. اللي عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق، هذا فضلا منكم ماشي امر مني. وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح لوليداتكم دابا راه وقت الامتحانات. نجاح لوليداتكم والشفاء لوليداتكم يا ربي، والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين يا ربي من كل مكروه يا ربي. وشكرا لكم بزاف. ما نعاود لكمش على اللذة فيهم والتقرميشه وديك المذاق ديال السحتر مع الابزار مع الجبن كيتواتاو مع بعضياتهم ولا اروع. كيجي الجبن معلك من الداخل. شكرا لكم بزاف، شكرا لكم، الله يكتر خيركم والله يسهل الامور والله يسهل علينا مصعب يا ربي.